ما هو الشكر؟ ما دام الشكر طريق الزيادة، بصحتك إذا شكرت الله عز وجل على ما أنت عليه من أجهزة سليمة ازددت صحة. إن شكرت ربك أن لك دخلا تعيش به زاد دخلك. إن شكرت ربك على زوجة إجمالا صالحة تزداد صلاحا. إن شكرت ربك على أولاد أمامك يحترمونك يزدادون احتراما لك أبدا. لئن شكرتم لأزيدنكم. اجعل هذه الآية شعارا لك، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن ما الشكر أيها الإخوة؟ لمجرد أن تتصور أن هذه النعمة من الله، هذا أحد أنواع الشكر. الله عز وجل وفقني ونلت شهادة عليا، وفقني ونلت شهادة عليا، وتعينت بعمل له دخل معقول يغطي نفقاتي. الله عز وجل أكرمني بمأوى قد يكون 50 متر، بس مأوى، معك مفتاح بيت. الله عز وجل أكرمني بأولاد صالحين. عود نفسك تقول الله أكرمني، الله وفقني، الله مكنني. إياك أن تعزو ما أنت فيه إلى قدراتك، تكون من أتباع قارون: إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. الابن مريض حرارته 40، أخذته إلى الطبيب. الله سمح لهذا الطبيب أن يصف له دواء مناسبا، وهذا الدواء أزال الداء. إياك أن تعزو شفاء ابنك إلى طبيب. الطبيب عبد، لأنه الله عز وجل الشفاء بيده، فإذا أراد الشفاء لإنسان ألهم الطبيب صحة التشخيص والدواء المناسب. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير. متى ينفع علم الطبيب؟ إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. كم من إنسان شكى تعطل إحدى كليتيه، كم من إنسان شكى تعطل إحدى كليتيه فلا بد من استئصالها. ماذا فعل الطبيب؟ الأول استأصل السليمة.